السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل. النهاردة معايا برضو شنط حلوة قوي. انا مهتمية اكتر بالشنط اللي هي المصري عشان سعرها مناسب، الكواليتي بتاعتها حلوة. والشنط المستوردة موجودة، وهحط في كل فيديو كده شنطتين تلاتة بس عشان نلحق الكوليكشن الجديد فعلا. الشنطة دي بقى ايه، انا محضراها من زمان، وهي دي اللي كنت كل مرة اقول هصورها. الشنطة دي حلوة قوي، وخامتها حلوة قوي، وشكلها حلو قوي قوي. تمام. الواناتها فظيعه، الابيض منها رهيب بجد يعني. كل الوانها تحفه، والخامه تحفه، وشكلها حلو قوي. اهي. تمام. هي ليها طريقتين. يا اما هتمسك كده. تمام. ثانيه واحده هعدلها لكم من تحت عشان يبقى شكلها رائع. مفضياها من الورق. يا رب صوتي يبقى طالع. ماشي. ده شكلها. ماشي. وممكن تتعمل كده اهو. اهي. القمر بقى دي كمان بجد جميلة، تستاهل سعرها، وكل حاجة حلوة فيها. من جوه مساحتها كبيرة، فيها جيب من هنا. البطانة دي ناشفة بس خامتها حلوة، مش اللي هي بتتقطع بسرعة اللي بكلمكم عنها. والايد الكروس بتاعتها صراحة حاجة حلوة جدا. والسوسته اهي فوق اللي احنا شايفينها، مش مختومة عشان في ناس بتسألني على ختم السوست دي، مش مختومة. بس احنا بنهتم في المصري برضو، مش كل السوست في المصري مختومة، ومش هتلاقوا دايما الطمي مختوم في المصري. تمام. ودي السوسته اهي. كيب صغير اوي الصراحة، مش هينفع حتى موبايل. ينفع بقى كوينز او اي حاجة، غالبا مش هتستخدموه. شكلها من فوق وهي مقفولة اهو. ماشي. يبقى ده شكلها بجد يا جماعة تحفة. لا يعني قوم مركزين في التفاصيل، يعني حتى التي والاتش بتاعت الطمي شكلها محترم. هنا زي شموع كده او قطيفة وبسيط. شكلها من الجنب اهو، ما وريتكوش برضه عشان تبقوا عارفين شكلها من الجنب. دي بجد يا جماعة في بالي صورها اول واحدة. ماشي. تاني واحدة نفس فكرة الشنط الأولانية الكلفن، ده الشكل التاني بتاعها. تمام. نفس التفاصيل، نفس كل حاجة صراحة. محترمين قوي الصراحة اللي عاملينها بالشيكة دي. بصوا حتى الصف ده مش عاملينه يعني، رغم ان هي في البطانة برضه مهتمينها يعملوها بشكل الجلد علشان الشنطة تبان ان هي حاجة خامة عالية جدا. والايد الكروس بتاعتها اشكالها والواناتها برضو كلها حلوة قوي، بس ده اللون برضو اللي عليه اقبال. دي برضو الشنطة تومي. فكرة التومي بقى ايه، واخدها اكتساح. تمام. دي منها. تمام. دي كروس. ماشي. نشوفها بقى من هنا. تجيب من هنا، تجيب تاني. في حاجة في النص هنا التالت، يعني هي متقسمة على تلاتة بس اللي في النص ده صغير قوي، ممكن موبايل بس. في سوستة من هنا. ماشي. بس وسوستة قدام وسوستة ورا، يعني هي عبارة عن شنطة كروس مليانة سوست للمشاوير السريعة بقى تنجز. والايد بتاعتها مش جلد، ايد سبورت. تمام. ده شكلها. ماشي. دي شنطة كروس لوي فيتون، معمولة حلوة قوي. هي ما نزلش منها في البراند لسه، بس عجبتني الفكرة. شكل جديد، يا اما كده يا اما زي ما احنا عارفين هتلف كده، بس هنتحكم من الدراع ده. تمام. هيتفك مين اللي هيبقى الاول. تمام. ده شكلها اهو. بس استنوا عشان هي فيها تفاصيل كتيرة. ده شكلها. تمام. لو اتلبست كده برضو ده شكلها. ماشي. الخامة بتاعتها اللي اتكلمنا عنها اللي هي قالكوا دي خامة الايه،
طبعا هي اللي بره ووتر بروف، بس اللي هي كأنها متبطنة من جوه، بتاعت الشنط دي، هبقى افتكرها اقولها لكم. ماشي. بصوا بقى التكلفة، بصوا شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا السوسات مختومة من كل حتة، من كل حتة مختومة، مفيهاش حتة مش مختومة. بصوا استنى طيب، يمكن دي اللي تبان. بصوا باينة، مختومة من كل حتة، صراحة حلوة قوي. ماشي. نبدأ بقى شكلها من جوه، ده شكلها من بره. طبعا هي سبورت جدا، يعني اي حد رايح الجيم، رايح النادي، رايح مشوار سريع، لابس سبورت هتليق جدا، متنفعش في كلاسيك طبعا. تمام. بصوا بقى ايه، حتى خامة السوسة ذات نفسها نظيفة، نظيفة جدا. الدراع برضو، يعني دي شنطة مصري مش مستوردة خالص. بصوا شكلها حلو قوي. ماشي. بصوا بقى دي، فكرتها حلوة قوي قوي قوي. نبدأ بقى. هي فتحتها ممكن تكون ضيقة شوية من فوق بس، لكن مساحتها من فوق من جوه كبيرة جدا. بس انا عجبني شكلها قوي. بس من جوه البطانة دي يا جماعة لما تشوفوها فهي حلوة قوي، من ضمن الحاجات الحلوة دي. مثلا ما شفناش منها اصلا، يعني دي اختراع مصري، يعني حد كده فنان فكر في الديزاين ده. بس بقى مهتمين بالتفاصيل من جوه. بص مساحتها كبيرة من جوه جدا، وسوستة كبيرة من فوق اهي، قمر كده بس. وهنا بتتقفل كده من فوق، ومعاها الايد الكروس بتاعتها، ده شكلها من ورا وشكلها من قدام. تمام. نبدأ بقى ايه، دي اخر واحدة اللي هتفضل كل سنة هي اللي متألقة، الشنطة الشانيل الجامبو دي هتفضل متألقة طول العمر دي، بس انا بس ايه بفكركم بيها يعني. ماشي. ده شكلها من جوه، هي نفس التفاصيل بتاعة الشنطة الشانيل بتاعتنا. انا قصدي سعرها مناسب لكل حد بيحب يلبسها. شايفين جوه عامل ازاي، خامتها تحفة تحفة. خامتها مش فارقة كتير على فكرة عن الشنطة الشانيل بتاعتنا خالص، مش كتير. نفس التفاصيل نفس كل حاجة، والمقاس الجامبو. والله شفتها جميلة جدا 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 جدا. تمام. بصوا بقى، نبدأ بقى الشنطة مستوردة برضو تومي. انا مش فاكرة، انا صورت لكم موديل واحد منها، مش فاكرة صورت دي كمان، بس انا بحبها قوي صراحة. بالنسبة لي كل ما تنزل هي جديدة، بجد شيك قوي. بصوا بقى نبدأ بالتفاصيل بتاعتها، دي هاي كواليتي بجد. اسفة يا جماعة، الأذان قطع الفيديو. تمام. هكمل بقى آخر شنطتين تومي برضو. بصوا أنا هقول بسرعة، معرفش مش فاكرة الفيديو وقف لفين، بكلم نفسي تقريبا. تمام. البطانة اهي بينتها لكم، وفي الآخر تقريبا ودي فيها بنعلق عليها المفاتيح، نطلعها من بره الشنطة لأن الشنطة مش مقفولة للآخر، فهتطلع من الناحية دي. ماشي. تمام. وسوسته من جوه والجيبين هاي كواليتي وحلوة قوي. بصوا من هنا جميلة جدا وسبورت جدا، وشكلها شيك قوي، مع الكارت بتاعها والتيكت بتاعها كله زي الفل، وخامتها جميلة بتعيش قوي. تمام. معايا بقى اخر شنطة. بصوا بقى تومي بقى، مش عارفة ايه حاجات التومي جاهز يعني، مش عارفة الدراع صراحة، بحبه يبقى محتفظ كده بلفته. تمام. اشكالها حلوة، مش هنكر ان الموديل ده
من السنة اللي فاتت، بس لحد دلوقتي هو مطلوب وجميل جدا. ان احنا داخلين على عيد، وداخلين على عيد الام وعيد الاضحى، الفطر، كل سنة وانتم طيبين. فبدأنا في الشنط حتى ايه البناتي. بصوا بقى جميلة جدا. برضو البطانة مختومة زي اللي فاتت، وده شكلها. جيبين من جوه والسوستة دي، بس ما فيهاش اي تفاصيل تانية. ده شكلها، كل الوانها حلوة. الكحلي حلوة طبعا، بتخلص اول واحدة الكحلي. يعني بجد التومي احلى حاجة فيه بتبدأ الكحلي، وكل الوانها جميلة جدا. وبكده اكون خلصت معاكم الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم المره الجايه قريب، لان انا عايزه اوريكم شغل كتير جدا. اشوفكم المره الجايه مع شنطه او نضاره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.